تخصصات ما بتقلش برضو عن 2000 يورو 1900 يورو ماشي. في معاهد تانية بتلاقيها ب 300 يورو، في معاهد تانية بس مش التخصصات اللي انا بكلمكم عليها دي. المعهد ده والكلام اللي انا بقول لكم عليه ده في جامعه حكوميه خاصه جوه المعهد، يعني معهد خاص جوه جامعه حكوميه، يعني يعتبر هو حكومه. اللي بيفرق فيه ان هو خاص ولكن واخد توكيل او واخد تصريح من الحكومه في الجامعه الحكوميه اللي في البرتغال. لكن في معاهد بره تكوين مهني كتير قوي، في تلاقيه ب 300 يورو بس ده بيديك 3 شهور و6 شهور، ما تقدرش تاخد اقامه. زي واحد يقول لك روح قدم مش عارف ايه ب 600 يورو، قول له ده عند ماما. عارف انت البتنجان لسه جاي امبارح وعمال يكلم لي على البرتغال ومش فاهم اي حاجه. انا مش ضد ان انت تطلع تدي الناس معلومات، بس ما تضحكش على الناس، ما تبيعلهمش الوهم، ما تقول لهمش 600 يورو. انت عشان خاطر تدرس هنا في اقل معهد لمده سنه عشان تعرف تاخد اقامه، ما هو لو اقل من سنه مش هتعرف تاخد اقامه. يعني لو اقل من سنه في البرتغال انت مش هتعرف تاخد اقامه، يبقى ايه الفايده؟ ايه الفايده ان انا اروح ادرس لي في معهد ب 300 يورو ولا ب 600 يورو؟ انا بقول لك ب 600 يورو، بس 600 يورو ايه؟ 3 شهور ولا 6 شهور؟ مفيش سنه ب 600 يورو، والله العظيم قسما بالله ويمين يحاسبني عليه ربنا ما في معهد اقل من 900 يورو او 860 لو كاش، 950 لو هتدفعهم على مرتين. المهم يعني مفيش حاجه ب 600 يورو. يعني اللي يقول لكم 600 يورو ده والله العظيم بيضللكم قسما بالله. يعني اتقوا ربنا يا الناس يا اللي لسه جايه جديده ما تعرفوش حاجه عن البرتغال وطالعين بتدوا معلومات. انا مش ضد ان انت تدي معلومات يا ابن الناس ولا ضد ان انت تساعد الناس. انا اول ما نساعد الناس، انا اول ما طلعت اتكلمت على البرتغال، انا اول ما طلع اتكلم على التكوين المهني هنا، واصحاب المكاتب واصحاب الشركات بداوا يشتغلوا بعد ما انا طلعت اتكلمت. العبد لله الفقير اللي قدامكم ده، لو انت ما تعرفنيش انا ابو مهند المصري، اعوذ بالله من كلمه انا. فانت ادي المعلومه صح. احنا جينا بس كنا بنفحر وبنتعب واتبهدلنا قبل ما نشتغل وقبل ما نفتح الشركه. 4 سنين انا شغال مع نفسي في شركه لحد ما ربنا كرمني وخدت الاقامه وقعدت سنه و10 شهور، سنه و10 شهور ما كنتش بعمل اي اوراق لحد، بدل الناس على الخير. فانا مش ضد ان انت تعمل الخير، ولكن اعمل الخير صح، اعمل الخير. انا سبب ما خلاني ان انا اعمل قناه على اليوتيوب ولا على الفيسبوك ان انا اكتر واحد تعبت واكتر واحد اتضريت من كتر المعلومات الغلط اللي الناس بتديها لها. تدي معلومات للناس، الناس تصدقك تثق فيك تيجي تلبس. طب وليه بقى انت عايز تلبس الناس ليه؟ انا واحد من الناس لبست، رحت بولندا ورحت اسبانيا قبل ما اجي على البرتغال الكلام ده، وانا في الامارات بعد ما جت كورونا ولقيت نفسي في الشارع. يعني مش عايز اعيد الكلام، اللي عارفني اكيد عارف انا ايه المرار اللي شفته في حياتي لحد ما ربنا كرمني وخدت اقامه هنا في البرتغال. يعني ما تكلمنيش ان انا دلوقتي مثلا عندي شركه، ولا تكلمني ان انا راجل يوتيوبر، ولا لا، انا طلع عين امي، انا اتفحت، انا اتبهدلت، انا جيت هنا غسلت اطباق. فانا ما بقللش من اي حد ولا بتكلم، بس بقول يا جماعه الخير اللي يدي معلومات يراعي ربنا في المعلومه اللي هو بيديها لها، اديها بالتفصيل. الفيديو يطول، اللي عايز معلومه عايز يسمعك يسمعك، اللي مش عاوز هو حر بقى. بس تعرف الناس ايه اللي ليهم وايه اللي عليهم. زي انا كده بطلع بقول لك ايه مثلا بتاع مثلا الشيف والطهي والمعجنات ده من 3000 ل 3500 يورو، والدراسه لمده سنه. اقول لك على حاجه كمان، و250 ساعه في السنه اهو جايبها لك كمان بالساعه، تمام، ولكن لا تقل عن سنه. طيب لما تيجي تقول لي انا برضو عايز اقدم، انا رجعت في اول الفيديو قلت لك مطلوب منك ايه؟ رقم النيف ورقم النيس، ومطلوب منك ان انت يكون عندك عنوان او شهاده سكن او عقد ايجار، مطلوب منك الانتراده، ومطلوب منك اوراق كتير، ومطلوب منك ان انت تكون دخلت قانوني، ومطلوب منك الفيزا بتاعتك، ومطلوب منك الباسبور بتاعك، ومطلوب منك صحيح الفيش والتشبيه اللي هو الحاله الجنائيه، وتكون مختومه ومترجمه من مصر لو انت مصري، او من اي دوله، من وزاره الخارجيه، ومن سفاره البرتغال بقى. وحط تحت سفاره البرتغال دي بقى عشان بقى يدققوا دلوقتي اليومين دول 100,000 خط عشان خاطر الحاله الجنائيه بتاعتك او سيره المحكوميه بتاعتك لو مش مختومه من سفاره البرتغال في بلدك. انا بقول لك هتاخد رفض وانت بتعمل اقامه، مش هتاخد رفض، هيديك مهله 10 ايام، وهيقول لك بعد 10 ايام مطلوب منك ان انت تختم الورقه دي. وساعتها بقى لازم تجيب محامي، وال10 ايام مش هيقضوك عشان هتبعت الفيش والتشبيه او الحاله الجنائيه لبلدك عشان تاخد موعد في السفاره، بالذات لمصر والجزائر. الموضوع بياخد وقت يا جماعه. يعني انا بكلمكم عن تجربه وعن ناس انا بتعامل في الشغل ده كل يوم، فانا بشوف الويل والمرار، فانا طالع بنصحك وبقول لك لازم تعملها من سفاره مصر. هتقول لي طب ايه العلاج؟ خلينا بقى نتكلم، معلش الفيديو يطول. عشان تعملها من سفاره مصر، انت لما بتاخد الموعد والمحامي بيحجز لك بعد ما بتقدم على المعهد او بعد ما بتقدم على التكوين المهني، انت بتاخد موعد. الموعد ده بيجي لك على الايميل، بتاخد الايميل ده وبتبعته على الايميل في مثلا سفاره مصر عشان خاطر تقدر ان انت تحجز موعد وتقول انا عندي موعد في اداره الهجره، من فضلكم انا عاوز اختم الفيش والتشبيه. لكن هتروح من غير الموعد ده هيقولوا لك لا، انت دلوقتي عايز تختم ليه الفيش والتشبيه؟
وده حصل بالفعل. او ان انت بعد ما بتتصور واخد بالك وبتبصم، واداره الهجره بتقول لك لازم يتوثق من سفاره البرتغال في بلدك، بتاخد الورقه ديت وبتبعتها برضو لسفاره البرتغال في بلدك ان كنت في مصر ولا في الجزائر، وبناء عليه بيتحدد موعد ليك وبتروح وبتختم الفيش والتشبيه. ده كان موضوع مهم ولكن كان لازم يتقال. الحاجات دي بتكلفك، طبعا بتكلفك. لو انت هتطلع النيف هتطلع النيس، لو انت عندك حد برتغالي بيطلعوا لك ببلاش. انا بقول لو عندك حد هتسكن وهيديك شهاده جونتا برضه تقدر تطلعها ببلاش. انما الناس اللي بتيجي عاوزه تخلص ورقها بسرعه، لازم كل الحاجات دي للاسف بقى فيها اتجار في البرتغال، وانا بقول لكم اهو ماشي. وبكره التكوين المهني كمان هيوقفوه بسبب اللي بيحصل، عشان خاطر احنا مشكلتنا لما بنعرف حاجه بنبوظها. دي مشكلتنا احنا العرب، ما بقولش بقى مصر، بقول العرب. لما بنعرف حاجه يحصل هجوم. كنت اطلع ادي معلومه اقول البنك ده مش عارف بيفتح تقدر تفتح فيه، اجي الاقي بص البنك بعد كده قال لك لا مفيش حاجه الا لما تكون شغال ومعاك اقامه تقدر تفتح فيه بنك. الحمد لله برضو ان انت تقدر، عشان تبقى فاهم، تقدر تفتح حساب بنكي لو انت سجلت في التكوين المهني، لان بيديك ورقه للبنك اللي هي الديكلاريشن اللي بيثبت ان انت راجل مقيد في المعهد وبتدرس، ومن حقك ان انت يكون عندك حساب بنكي في البرتغال.